اهلا بكم يا شباب، اتمنى انكم تكونوا كلكم بخير. دلوقتي بقى موجود عندنا سي دانس 2.0 ميني، وعندنا الجزء بتاع الانليميتد، وعندنا الجزء الاكسكلوسيف واللي مكتوب جنبه نيو، ومكتوب حاجات بتاع حوالي 5 1 2 3 4 5. فعلشان اللخبطه وعشان حاجات كتيره عماله بتظهر، انا النهارده هقول لك ازاي هنبدا نستخدم كل واحد فيهم. هل يستاهل انليميتد انك انت تشترك في هيجز فيلد عشان تاخد الانليميتد ده فعلا من حيث الجوده؟ هل سي دانس مازال بجودته الاساسيه ولا تقلل ولا نفس الجوده موجوده؟ هقارن ما بين كل الموديل بتاعه سي دانس. هنحرق النهارده كريدت كتير مع بعض. هعلمك ازاي تبدا تستخدم السكيلز على كلود عشان تعمل انهانس للبرامت بتاع سي دانس. فالنهارده الفيديو بتاعنا هيبقى حاجات كتير. النهارده بارت 1 وبكره ان شاء الله هيبقى بارت 2 للفيديو. فعشان ما اطولش عليك يلا بينا نبدا. اول حاجه هنعملها في الفيديو بتاعنا النهارده اعرفك ايه هو السكيل دي. هي بالظبط عامله زي البرومبت انستراكشن اللي موجوده في جي بي تي او في جوجل اي اي ستوديو. لما بنيجي ندخل في جوجل اي اي ستوديو عندنا اوبشن ان احنا نعمل سيستم انستراكشن بمعنى انك تقدر تقول له انت اي اي مسؤول عن 1 2 3، ودي شويه تعليمات عشان دايما لما اديك برومبت تنفذ التعليمات اللي انا مديها لك. انما بالنسبه للجزء بتاع كلود الموضوع مختلف شويه. هم عاملين السيستم انستراكشن حاجه اسمها سكيل، فده شكل مثلا ريبوزيتوري عامل سي دانس 2 سكيل. ازاي نحملها، ازاي ناخدها عندنا في كلود، وازاي نبدا نستخدمها؟ اول حاجه انت بتدوس على كلمه كود من هنا، دوس على كلمه داونلود زيب فايل، خليها عندي في الديسكتوب مفيش مشكله. طبعا اللينك بتاع السكيل دي هبقى سايبها لك في الديسكربشن. السكيل بتعمل ايه اصلا؟ ده بيعمل انهانس للبرومبت بتاع سي دانس بتاعك. فلو انت بتكتب برومبت لسي دانس وانت عايزه يتعمل له انهانس وعايزه يبقى متظبط بتايم ستامب وعايزه يبقى مكتوب فيه كل ثانيه يتعمل فيها ايه ومكتوب الصوت يبقى عامل ازاي، ده بتبقى افضل طريقه انه يبدا ينهانس البرومبت بالشكل ده. خلاص احنا نزلنا الزيب فايل. تعال ندخل بقى جوه كلود. هنا نعمل ايه جوه كلود؟ هنا هتدوس على بلس، هتدوس على سكيلز، مانج سكيلز، مش اد سكيل ومش سكيل كريتور، مانج سكيلز. من مانج سكيلز هنا هتلاقي عندك بلس، هتدوس عليها وهتلاقي كرييت سكيل، ابلود سكيل. تدوس عليها هنا وهيقول لك فين الزيب فايل اللي انت حملته، تقدر تسحبه وتحطه. او انا بالنسبه لي انا هدخل هنا في الديسكتوب واقوم جاي واخد سي دانس سكيل مين. قال لك هنا الزيب فايل must contain one skill.md currently there are two، يعني هو عايز واحد بس سكيل، في 2 جوه الملف بتاعنا. طيب تعال نشوف الملف بتاعنا ايه المشكله اللي فيه دلوقتي. ده الملف، تعال نفك الضغط بتاعه. ده اللي جوه الملف، عندك skill.md. فلو هي المشكله هنا والزي اتش ده هتلاقي جواه ام دي كمان، فاحنا عايزين واحده بس سكيل. الزي اتش ده الصيني، دوت السكيل العادي الانجليزي، فاحنا عايزين نستخدم الانجليزي. فانا هدوس علامه البلس تاني زي ما اتفقنا، وهدوس على كرييت سكيل وابلود، بس مش هابلود الزيب فايل، هابلود بس السكيل بتاعتي اللي انا عايزها. خلاص هو كده عمل لها ابلود وبقت السكيل موجوده عندي. تعال نرجع باك، دوست هنا في السكيلز، جيت في السكيلز واخترت سي دانس برومبت. كده السكيل معايا على طول. تعال نشوف بقى هنستخدمها ازاي. انا هكتب برومبت سريع خفيف علشان البرومبت ده هنبدا نستخدمه على ال5 مودلز بتوع سي دانس. تمام. هو هنا بكل بساطه انا ما رضيتش اديله برومبت كبير لان احنا كده بنعتمد على السكيل. فانا قلت له انا عايز بس ماتش يبرموت او يعلن عن المباراه القادمه لمصر في كاس العالم 2026. انا لو انا اعرف مصر هتلاعب مين كنت ساعتها اضفت التفصيله دي، بس انا ماليش في الكوره خالص. فهنا الجزء دوت يعتبر دي التفاصيل اللي انا عايزها في الفيديو. واول لما ندوس هنا هيبدا ان هو يعمل انهانس بس للبرومبت وما يعملش الفيديو. برضو احتياطي لان انا رابط هنا الام سي بي بتاع هيجز فيد، فانا مش عايز استخدمه. فانا هقوم جاي قايل له ايه اللي هو ايه، ما تعملش الفيديو. تعال ندوس رن. جميل جدا جدا جدا، ده البرومبت بتاعنا اللي هنبدا نستخدمه. تعال نقرا سريع كده. اكستريم كلوز اب فوتبول، ناشونال كولر، تقطيعات، بيرد اي، هيرو شوت، صوره لكلمه مصر، ايجيبت، وورلد كاب. كلام جميل لطيف ظريف. وتعالى نخش بقى على هيجز فيلد. ده خلاص ده كده البرومبت اللي هنبدا نستخدمه، وده الجزء بتاع السكيل بيعمل لك البرومبت الصغنن اللي انت اديته له ده لحاجه كويسه جدا يبدا يفهمها
سيدانس بطريقه كويسه. دي افضل طريقه لو عايز تجنريت لحاجه لسيدانس من غير بقى ما تقعد تسال في الكومنتس انا عايز البرومبت انا عايز البرومبت انا عايز البرومبت. تعالى بقى ننقل على سيدانس. اول واحد هنجربه بما انه انليميتد فهنجرب سيدانس 2.0 ميني. هنجرب فاست بالترتيب كده، سيدانس العادي، وبعد كده هنجرب اللي ببلاش عشان نشوف هل اللي ببلاش سوري اللي هو بندفع عليهم كريدت هل هم بنفس الجوده بتاعت الانليميتد. تعال نجرب مع بعضين. لان هو انا ليه بقول لك كده، لان ليه خلي لك انليميتد موجوده تقدر تستخدمه الى ما لا نهايه ومديك برضو الاثنين دول. فهنشوف لو هي مش سرعه يبقى في حاجه تريكي. احنا هنبدا بميني زي ما قلنا، احنا عايزين الفيديو بتاعنا 10 ثواني. 16 في 9 ممكن نخليه 9 في 16 عشان يبقى على شكل ريل، وهنخلي الفيديو بتاعنا 720. اي حاجه هنعملها النهارده هتبقى 720، مش هننزل خالص ل 480 لان ده يبقى قليل قوي. هنحط البرامت بتاعنا وكده، ده هيبقى اول واحد. علشان السرعه انا هعمل ده في كذا واحد، يعني انا ليا لحد 4 فيديوهات اقدر اعمل فيهم الطريقه دي. فهنجنريت هنا مره. طيب من الشكل من بره كده الموضوع شكله مبشر جدا لان كلهم واخدين نفس السين، ولكن في نفس الوقت مش نفس السيد راندوم جدا، فكل واحد فيهم طالع بشكل كوره مختلف. بالنسبه للترتيب اخر واحد فيهم كان سيدانس 2 العادي، هو اخر واحد خلص. كل الانليميتد وكل الفاست وكل الميني خلصوا بسرعه جدا. كان اول الاثنين خلصوا الميني كان اسرع حاجه، يليهم على طول الموديل اللي هو سيدانس السريع، وبعد كده اخر حاجه كان السيدانس العادي بتاعنا. بص بقى، اي فيديو هدوس عليه انا هبدا طبعا باول فيديو احنا عملناه. تفاصيل الموديل هنا سيدانس 2.0 ميني انليميتد، خلاص عشان تبقى انت عارف ايه المقارنه بتاعت كل واحد فيهم. يلا بينا نبدا. الفيديو حلو لطيف شغال لو انت بتعمل ايه فيديو سريع، ولكن كجوده لا، الجوده سيئه جدا طبعا. ده ما ينفعش خالص. الناس هنا تحس ان هي بموديل اي اي قديم جدا جدا جدا. ده بالنسبه للميني انليميتد. تعال نشوف الميني مش انليميتد. ده ميني بس بكريدت. يا ترى هيبقى هو نفس الحوار بنفس الجوده وهو نفس الموديل ولا في تركايه؟ ما اختلفتش يعني، ما اختلفش كتير جدا عن الفيديو الاولاني. فيبدو ان هو الانليميتد والميني مفيش اي تريكات، هو نفس الحوار، بس ده بتدفع كريدت ودوت ما بتدفعش كريدت. لغايه دلوقتي انا مش فاهم ايه السبب، يعني ايه التريكايه. حتى اللي خلص اسرع كان الانليميتد، يعني الانليميتد خلص اسرع وبعدها ده على طول. فيبدو الاثنين لا اما على نفس الوقت بالظبط، يا اما الانليميتد اسرع سنه صغيره، او يمكن لو في ضغط الانليميتد بيبقى ابطا. فاهم قصدي؟ يبقى كده الاثنين الميني. تعال نشوف السريع. ده السريع المجاني، وبعد كده هوريك السريع اللي مش مجاني والسريع الانليميتد. ده المجاني ده. طيب فرق ضخم قوي في الجوده، بالذات الناس والحاجات دي كلها. طبعا في التكست يعني عوض علينا ربنا، انا بعد كده في البرومت ابقى الغي خالص كلمه انه يحط كلمه مصر بالعربي، وبعد كده انا احطها عندي في الفيديو بما اني فيديو اديتور يعني. لا، الجوده هنا مختلفه تماما عن الجوده بتاعت ميني. فميني اضعف واحد فيهم، اسرع واحد وارخص واحد بس اضعف واحد. ده كان المجاني. تعال نشوف اللي بعده. ده مش المجاني، ده احنا دافعين عليه كريدت. لا المجاني كان احلى. المجاني كان احلى. دلوقتي خلاص انت شفت، يعني هو ده فرق سيد، بس يبدو ان اللي هم الاثنين نفس الجوده. بس افضل واحد لغايه دلوقتي احنا شفناه كان ده، صح كده؟ ده كان افضل واحد، اللي هو السريع المجاني اللي بيديك 4 او بيديك 5 كل يوم مجانا. خلاص نيجي بقى ايه لاخر واحد بعد كده الموديل بقى الاساسي بتاعنا. ده الانهانس سيدانس 2.0 فاست بس الانليميتد.
رقم واحد هو ده. هو ده. انا لو ما كنتش حطيت العربي دي كان الفيديو بقى تحفه. يبقى احنا كده كترتيب مين افضل حاجه، ده اخر واحد احنا شفناه اللي هو الانليميتد الجزء الفيرجن الانهانس اللي هو ده، يليه على طول السريع، يليه الميني انليميتد والميني الاثنين كانوا واحد بالظبط، واخيرا جاهزين بقى لابو عضلات بتاعهم سي دانس 2 من غير اي حاجه. يلا بينا. اقول لك على حاجه. يعني رايي الشخصي انا ما عجبنيش ده خالص، رغم ان ده الموديل الاساسي، ده ال 1080 ده بقى اللي هو التوب في التوب، ده كل حاجه فيه كامله. ما عجبنيش. البوز اللي حصل في الاخر ده كان سيء جدا، ده كانش فيه اي حركه اصلا. الحركه جوه كانت غريبه، طبعا ما صلحش عربي، ما صلحش اي حاجه من دول، ما فرقش. افضل واحد حتى الان ده. ده افضل واحد، حتى اداني الفيد بلاك، ما احتجتش ان انا اخش في ايديت اظبطه. فده كده الخمسه موديل الانليميتد الفري اللي انت مش هتدفع فيه سبسكريبشن، اللي بسي دانس، اللي بفلوس كتير، اللي مش بكريدت كتير، جربناهم كلهم. سيب لي في الكومنت قول لي افضل واحد فيهم او افضل رانك فيهم مين. الفيديو اللي جاي او فيديو بارت 2 هنبقى، عشان الفيديو ده هيطول مننا قوي، الفيديو بتاع بارت 2 هنبقى بنتكلم فيه على الجزء بتاع الريفرنس، ازاي مين فيهم بيقبل ريفرنس، مين فيهم مش هيقعد يقول لنا لا مش هقبل الريفرنس ده، مين فيهم هيطلع لنا ايرور في الفيديوهات. حتى الان لما بتيجي تديله برومبت بس الفيديو بيطلع ما فيهوش اي مشاكل. هنجرب الكلام ده كله ولكن في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. فعلشان تشوف الفيديو اللي جاي وتشوف الفيديوهات كلها اللي احنا بنعملها، تنساش تعمل لايك سبسكرايب وتفعل الجرس. واحب اشكر كل الناس اللي بتدعمني على باتريون، واتمنى انكم تكونوا كلكم بخير ودمتم سالمين.